ألف ألف شكر يا فندم، ألف شكر، الله يبارك فيك. حضرتك أشطر دكتور تخسيس في مصر كلها. أنا حاملة لك العيادة دي، صحابي والجيران والنادي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. شكرا شكرا شكرا. مش هتباركولي؟ خلاص خلصت. 3 شهور. أنا نفسي أعرف أنتوا بقالكوا هنا سنين ليه؟ الخسسان سهل يا جماعة، سهل جدا، والرجيم جميل، والموضوع هوا. 3 شهور شدوا انتوا حيلكوا بس، وانتوا هتبقوا تمام التمام. هتوحشوني. انتوا ما بتباركوش ليه؟ انتوا منافسين صح؟ شديت حيلي. عقبالكوا. اشوفكوا على خير. باي 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 باي. نعيم الجهل وجحيم المعرفة. خس، جزر، جرجير، شوفان. مساء الخير. يا عيني على الحلو لما تخلوا الايام. خس، جزر، شوفان، بقدونس، جرجير، خيار، كل يوم سكر دايت، كل يوم. صور يا استاذ. ما علينا عبيدك يا رب. تصور معانا؟ ابعت يا رب. ممكن تصوري معايا يا مدام؟ بس كتير. صور معايا يا استاذ. اللي ما يعرفش يقول ايه؟ عدس. قول عدس. قول عدس. العب باليه. عدس. عدس. معرفش. اللي ما يعرفش يقول ايه؟ ما يقولش. قول عدس. الخسسان الامن يبقى قد ايه؟ في الاسبوع مش اقل من يعني. ما تاخدني جنبك انا هقع. خلي فيه ذوق. ها؟ في الاسبوع ها؟ كيلو. لا الصراحه ما اعرفش. يعني المفروض يخس 5 كيلو 10 كيلو في الشهر. في الشهر 10 كيلو؟ اقل من كده ما ينفعش؟ ينفع برضه. طب اكتر من كده؟ لا اكتر من كده هيهبط بقى ويجي له هبوط. هبط. يعني اخرنا 10 كيلو في الشهر. طيب هو بتخسي بالتدريج ان هو ما ينفعش ينزل بجسمه مره واحده. يعني اديني وقت. يعني مثلا ممكن قولي مثلا 10 15 قولي شهر بالكتير. شهر بالكتير. حلو، شهر على 20 كيلو. كفايه هو ما سايب. طب لو اقل من شهر يحصل له ايه؟ لا اكيد طبعا بيحصل له زي هو خميس وجمعه يا راجل. ينام يخس ال 20 كيلو. لا، ايه مفيش الشهر ده؟ الكلام ده انت ايدك فرطه قوي. هي ساعة زمن واحدة بس. حسب وزنه انا ما اعرفش وزنه كام. انا عايزه حتى ابقى ان شاء الله اكون 30 كيلو. ادهم الراجل ده هياخد معايا. عشان يكون في الامان يخس كام كيلو بالاسبوع؟ لا هو كام كيلو في الاسبوع دي حاسه ان هي حاجه خطر برضو. يعني انت كل حاجه عندك بالجرامات. انت ظبط اكلك وهتلاقي الدنيا تمام وزي الفل. مش محتاجة حاجة يعني. ايوه، يعني لو واحده صاحبتك عايزه تخس 10 كيلو تقولها هتخسي ال 10 كيلو دول في خلال قد ايه؟ انا شايفه يعني مينيمم شهرين. مينيمم شهرين. يعني الكيلو الشهر ب5 كيلو؟ يعني 3 كيلو في الاسبوع على اقصاها؟ على الاقل؟ 3 كيلو على الاقل ولا على الاكثر؟ يعني على الاكثر. على الاكثر؟ وعلى الاقل قد ايه؟ 3 كيلو. ولو خس اكتر من كده؟ طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. ولو خس 20 في الشهر تمام؟ لا كتير 20. طب ما تقول لي بقى اخرنا ايه؟ اديني يعني رقم. يعني في الشهر يعني ايوه رسيني على بره. 10 كيلو. 10 كيلو في الشهر. كم كيلو في الاسبوع؟ اسبوع في الشهر كده. هو الوحش منين؟ يعني 2 كيلو. 2 كيلو حلو؟ لو محتاج يخس هيخس مثلا ل 70 كيلو في خلال مثلا شهرين 3 على الاقل. هات لي حبايه من على الجمل بسرعه. يخس 70 كيلو؟ لا يخس يعني هو لو 80 او 90 مثلا في خلال 3 4 شهور لازم يكون طب واصل. افرض عنده مناسبه، يعني هو دلوقتي 80 وعايز يبقى 70 الخميس الجاي، يعمل ايه؟ لا ده يدوس على نفسه في رجيم قاسي. وبعدين وده حلو يعني؟ لا طبعا. اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. ما هو انت ما هو داس على نفسه. ما هو ماشي. ما هو انت دلوقتي هتيجي تقولي لي انت خس في خلال اسبوع، طب انا اجيبها ازاي دي؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. المفروض يخس 2 كيلو في الاسبوع. جبت منين بقى ال 2 كيلو دي؟ على مدار الشهر يكون خس ال 8. يعني نص كيلو في الاسبوع. 5 كيلو في الاسبوع 5 كيلو في الاسبوع ولا ده كتير؟ مش عارف، انا حاسه ان انت شديده شويه. لا طب في الشهر 5 كيلو في الشهر. انت شديد قوي مع الموظفين بتوعك يا سيدي. تعمل ايه بقى عشان ما ترجعهمش تاني؟ تظبط اكلها.
ما هو بعد كده هيرجع تاني. لا تظبط اكلها. واهدى بقى، اهدى. 20 كيلو دي صعبه، ما اعرفش حد عايز يخس 20 كيلو والله. ما تعرفش حد خالص انتوا كلكم رفيعين كده. كلنا رفيعين، كلنا عندنا انيميا. هو الرفيع ده لازم يبقى عنده انيميا؟ ما ازاي اعرفش بقى؟ برضه حد تخين ما وعنده تعرفش انيميا. ما تعرفش حد، انت متوحد. لوحدي. ما يترعش بالخسسان لان دي ضرر على صحته. يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. يعني اخرنا كام كيلو في الاسبوع؟ يعني اخرنا بتاع 2 كيلو 2 كيلو ونص. 7 ونص يعني. طب لو مثلا حد جالك في العيله وقال لك انا عايز اخس 20 كيلو الشهر قول له ما الجاي، تاكلش، قول له ما ماليش دعوه. في بقه خالص؟ في البيوت قول له ما تاكلش هو يخس. الحنك دي ما يتكلمش. على حسب من 2 ل 3 اكتر من كده يحصل ايه؟ لا الاوعيه الدمويه هتبقى، لا الدوره الدمويه هتبقى فيها حاجه غلط. يحصل ايه بقى اللي بيخس بسرعه؟ الخس بسرعه ده بقى بيهبط، ما انت بتوفري حاجات بيبقى جسمك محتاجها، فيتامينات والحاجات دي انت بتقضي على ده كله مره واحده. ممكن يعمل مشاكل صحيه. الخسان السريع مشكله؟ يعمل له ايه؟ يعمل له يعني اذا كان في جسمه سموم هتظهر عليها اعراض تسمم بدون ما يتسمم. طب وبعد ما يخس يحافظ على الوزن ازاي؟ ما يبقى اكله مظبوط، يبقى اكله قد اللي هو محتاجه، ما يزودش. لو خس كتير يجرى له حاجه؟ طبعا حب ينجز كده ويخلص. لازم بالتدريج. بهدوء. طب سمعتي عن نظام التثبيت؟ لا. مفيش حاجه اسمها نظام تثبيت؟ لا انا عارفه ان في نظام تثبيت، بس انت ما تعرفيش، ما تفتي عليك، قولي اللي عندك. لا ما احنا قلنا اللي ما يعرفش يقول عدس. لا مفيش اي مشاكل يعني. لا. تثبيت ان هو ما يزودش في الاكل ايوه، ايه النظام ده؟ نفسه في حاجة. بيتعمل ازاي التثبيت ده؟ ولا حاجه، اي كميه اكل تاكليها ايوه باخد جزء بتستفيدي منه وجزء بتخزن. ايوه انت بتستهلكي الجزء اللي بتخزن، ايوه. ما بتاخديش ما جميل. تخزنيش. طب تعرف نظام التثبيت؟ من قله الاكل ما هو بعد ما يخس خلاص هيفضل قالل في اكله ليه؟ مش هياكل تاني، ليه بقى؟ كره الاكل خالص؟ كره الاكل خلاص. انت شفت حد كده بيكره الاكل؟ انا واحد من الناس. بتكره الاكل؟ لا يعني ما باكلش كتير زي الاول. يعني انت كنت عامل دايت وخسيت وكرهت الاكل؟ الحمد لله. عملت ايه عشان تكره الاكل؟ يعني انصح الشعب. بقيت منتظم في الاكل. ايوه، ازاي تحكمت في موضوع ان الاكل الحلو ما يجريش يعني ريقك؟ افطر واتعشى بس مفيش غدا. بس يوم متقطع ده يا باشا. مفيش غدا بس. اللي ما يعرفش يقول ايه؟ بالعكس. بالعكس بالعكس. بالعكس 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 بالعكس. اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن الرجيم الآمن. ومعنى الرجيم الآمن إن في رجيم مش آمن، يعني أنت ممكن تعمل دايت عشان تخس وتبقى كويس وتلاقي نفسك ضريت نفسك بدل ما تفيدها. نزلنا الشارع واتكلمنا مع الناس وعرفنا إمتى بيشوفوا إنه الرجيم ممكن يكون خطر وممكن يكون آمن. النهارده بنستضيف في الحلقة دي أستاذي الغالي دكتور أحمد نوير، استشاري التغذية العلاجية وطب السمنة، عشان يكلمنا في الموضوع ده. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. أكتر كلمة سمعناها في الشارع وفي العيادة: أنا عايزة أنجز، أنا عايزة أخس بسرعة، أنا لو شفت نتيجة أنا هحس بالتشجيع والموتيف وهكمل. وده ممكن يخلي الرجيم بتاعنا مش آمن. فهمنا كده بالراحة إمتى الرجيم يبقى آمن وإمتى لأ. الرجيم مش هيبقى آمن إن إحنا بعد ما نعمل ننزل أو نوصل للي إحنا نوصله نرجع تاني. دي نمبر 1. يكون حمل نفسي وحمل عضوي ويقلل من العناصر الغذائية اللي جسمي بيحتاجها. معنا لو أكلت قليل كده ولا كده العناصر الغذائية بتاعتي هتبقى قليلة. وحاجة برضو مهمة جدا إن إحنا بقى بنشيل عنصر غذائي شخصي. نشيل النشويات، نشيل الفاكهة، نشيل بعد الخضر. أنظمة الرجيم يعني كده غير متوازنة. يس. فبالتالي ما طبيعي انت لما هتشيلي عنصر واحد او هتشيلي حاجه من الحاجات دي هتفضلي تشيليها قد ايه؟ محدش هيقدر يكمل على طول. شهر، شهرين، سنه. طب وبعدين بنرجع ازيد. بيسموها الريفيد. يرجع ياكل يقول لك ده انا من بعد ما اكلت وانا مش عارف ارجع للدايت. تصدقي ان ده طبيعي 100%. ده يرجعنا للاول ان احنا لازم نبقى عارفين ان السمنه مرض مزمن يعالج ولا يشفى منه. يبقى العلاج بتاعي لازم يكون مستدام. عشان يكون مستدام لازم يكون livable lovable and enjoyable. لازم تقدري تعيشي بيه وتحبيه وتستمتعي بيه، ويبقى ده نظام حياتي، ويبقى ده النظام صاحبه ويصاحبني. الله يفتح عليكي. مش متقدرين. ليه متقدرين؟ انا بقول لك انت لما بتقدري كانك انت نزلتي على الترامبولين. عارفه الترامبولين؟ فلو نزلتي جامد على الترامبولين من كتر ما انت متقدره ما انت هتردي. انما لو نزلتي بالراحه
مش هيحصل حاجه. فهي دي المشكله. طيب يبقى احنا دايما عايزين نبص ان طب هقول لك حاجه بقى كمان يقولها نزلني بسرعه ايوه وبعدين ثبتني. بالظبط. احنا سالنا كمان على موضوع التثبيت ده. لغايه دلوقتي الناس فاهمه ان في حاجه نظام مخصوص اتثبت بيه، تحس كده هتمسمر. ولا في اي الكلام ده كله. ده مرض دواء، لا بتعالجي مرض بدواء، لو بطلتي الدواء هترجعي. احنا بنبص للنظام الغذائي ده ان هو العلاج بتاعي. لو بطلت العلاج بتاعي اللي هو النظام اللي انا عايز عليه ده، يبقى الفكره كلها ما انا هرد تاني. يبقى from day one، from اول يوم بمشي على النظام لازم ابقى عارف ان ده السيستم اللي هقدر امشي عليه بقيه عمري. لو مش هينفع يبقى هو ملوش لازمه. يبقى في ارقام طيب تحكمنا واحنا بنقول نخس قد ايه في قد ايه علشان نبقى عارفين ان احنا في السيف سايد؟ طيب بص، احنا الارقام اللي دايما نقولها ان احنا بننزل من نص كيلو لكيلو في الاسبوع. تمام. بس دي بتختلف شويه من حد لحد. انا بقول لك بدل ما نقول نص كيلو لكيلو لازم نبتدي نتكلم بنظريه النسبه. ما انا لو انا 200 كيلو غير اللي انا 80 غير صحيح. لو انا 100. فبقول لك بدل ما تقولي ان انا هنزل كده، انا بقول لك انزلي في الاسبوع نص في المية. يعني انت لو 100 كيلو انزلي في الاسبوع نص كيلو. اوكي. لو انت بقى 60 كيلو تقولي طب ما الناس التانية اللي بتخس ومش عارف ايه، حضرتك ما انت 80 كيلو مش هتخسي زي ابو 150. صحيح. لازم يكون النظام مناسب ليكي. فهي البرسنتج النسبه وانديفيدواليز زي ما حضرتك بتقول. طبعا في ايام ببقى انا مستعد انزل اكتر شويه، يعني يبقى السيستم بتاعي جامد حبتين. في ايام لا، لازم اتعامل مع نفسي ان انا بشر، ولازم اتعامل مع نفسي ان انا كل ما هضغط على جسمي ده ذكي جدا، ربنا خلقه ليبقى. هيعمل كل حاجه في الدنيا عشان يحافظ على بقائه. شبهها لك بحاجه، انت النهارده لو غطستي اوكي هتغطسي، المفروض الواحد بيغطس ايه 10 ثواني ويطلع، 20 ثانيه ويطلع. انما انت لما تغطسي فترات طويله، والغطس زي الرجيم حاجه غير فسيولوجيه. خلي بالك اجنس الطبيعه، اجنس نيتشر. تمسكي نفسك في الاخر جسمك هيرميكي بره الماء. تعملي ايه؟ صينيه البسبوسه وتقعدي تتنفسي. الانتقام الكبير. لا صينيه البسبوسه ما خلاص، ومش ضعف اراده. مش ضعف اراده خالص. اوعي تتخيلي انك لما الريباوند ده ضعف اراده خالص. ده عمليه فسيولوجيه، انا ضغطت على جسمي فجسمي عمل. دايما بقول السمنه تدافع عن نفسها. بس فهي دي الفكره. كل ما انت هتعملي اكتر كل ما جسمك فلا للحزق. لا للحزق، برافو عليك. لا للحزق في الدايت. طب اسال حضرتك سؤال، بتقول ايه انت شخصيا للحد اللي جاي لك العياده يقول لك انا محتاج اخس 20 كيلو عشان الوظيفه الفلانيه، عشان العريس الفلاني، عشان هقدم في الكليه الفلانيه دلوقتي حالا؟ بساله السؤال وبعد ما تتجوز وبعد ما تخش الكليه الفلانيه وبعد كده، ما انت لو عملت كده ما انت هترجع تزيد وهتفضل طول عمرك ماشي في الدايره المفرغه بتاعتك. هحافظ بعد كده، بس والنبي نولني غرضي، ساعدني. ماشي. ما هو انا لو انا في ايدي والله هعملها لك. بس هي الفكره كلها ربنا خالق جسم انسان يدافع عن نفسه، جسم انسان يأكوموديت. يبقى هي بالنسبه لك مش دي الوظيفه المناسبه بتاعتك. بالظبط. برضو لما تيجي المامهات والمدرب قرر ان ابنك يهانم عشان نلحق البطوله لازم شقلبي يا دكتوره. ليه نعزم نختار الرياضه المناسبه ليه ولياقته ولجسمه؟ وفي رياضات لكل الاجسام، يعني مش محتاج احنا بنلعب الرياضه دي فور فن مش عذاب. ليه لما عايزه تخسي عشان الفرح وبعد الفرح نتخن ونتعذب ويجي لنا مش عارف ونطلع عادي جدا. عادي جدا. طب ما خلاص، انا اللي عايزني كده وانا اقرع وشعر ابيض، انا كده زي ما انا عاجبك، انا مش هلبس لك باروكه. نفس الفكره. هو احنا ليه بنبص للموضوع ده؟ هي الموضوع ده انا مريض سمنه استحق كل حاجه كويسه. جزء منها التقبل فعلا. تقبل نفسي. عارفه لو تقبلت نفسي خلاص الدنيا هتبقى ألذذ واظرف بالنسبه لي. انما فكره لا، بقول له انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي. يعني انا ما اقدرش اضرك. انا يا عم الحاج عندي 1 2 3، ولازم تبقى عارف ان ده مرض مزمن ولازم تعالجه على طول، مش هتيجي في يوم وليله. ما ينفعش تجيلي عشان مستأمني على صحتك ان انا افيدك وانا اضرك. هو مرض يا جماعه، هو مرض مش ظاهره. بس احنا لو اقتنعنا بدي كل هتيجي وقتك مش يومين ويعدوا. لا مش يومين ويعدوا، مش سيزن، ده العمر كله. بشكر حضرتك جدا يا دكتور احمد نوير. وقول لي برضو اللي ما يعرفش يقول ايه. بالعكس. شكرا لحضرتك.